السلام عليكم يا سي عبد العال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحق يا معلم، يا صاحب الملك جاي. في يوم 16 يونيو من سنة 1910 اتولد علي عبد العال من أب مصري كان بيشتغل تاجر أسماك، وكان له محل كبير جدا في باب اللوق. وأمه كانت أرمنية بس اختارت إن هي تقعد في البيت علشان تربي علي وإخواته البنات. علي طبعا بحكم إنه كان نص مصري ونص خواجة كان بيعرف يتعامل مع ولاد البلد وولاد الخواجات، وبحكم إنه ولد وحيد على 4 بنات كانت كل طلباته مجابة، وكان شايف الدلع كله بالبلدي كده، يعني هو اللي على الحجر. علي من صغره كان بيحب المسرح جدا جدا، وزاد تعلقه بيه لما بدأ يتردد على مسارح اللي موجودة في شارع عماد الدين هو واصحابه، وكان بيحب يتابع العروض أول بأول. ورغم انه شاف مسارح كتير لكن كان دايما بيتوقف عند اي تجربة جديدة لعلي الكسار اللي كان بيعتبره أستاذه وملهمه، وكان دايما بيحلم ان هو يوصل او يبقى في يوم من الايام زيه زي علي الكسار، وكان هو مثله الاعلى. كان دايما يقف قدام المراية وهو صغير ويبص لنفسه ويقول يا ترى انا ازاي هبقى زيه، انا تخين وهو رفيع، انا ابيض وهو اسمر، هو انا ممكن في يوم من الايام اقابل علي الكسار واتعامل معاه وابقى زيه؟ واحدة واحدة على ما علي كبر وفهم ان هو ممكن يبقى زيه نجم كبير بس بطريقته الخاصة. اتجرأ علي وطلب ان هو يقابل الكسار بعد عرض من العروض، ورغم ان الاستقبال ما كانش حار زي ما هو توقع، لكن هو كده حط رجله على اول الطريق بعد ما علي الكسار وافق انه يعمل له اختبار عشان يضمه للفرقة. تاني يوم في الميعاد المحدد للاختبار راح علي عبد العال عشان يقابل علي الكسار، وكان محضر اكتر من مشهد من مشاهد اللي بيقدمها علي الكسار، لدرجة ان الكسار نفسه اتفاجئ ان علي كان بيلف وراه في كل عروضه. بس الكسار كان ذكي جدا، شاف علي ان هو كاركتر مختلف، نصه مصري ونصه خواجة، فوافق عليه وضمه لفرقته. بدأ علي عبد العال مشواره الفني مع فرقة علي الكسار في أوائل الثلاثينات، وكان أول ظهور له في السينما عن طريق علي الكسار برضه اللي قدمه في دور صغير في فيلم غفير الدرك. وفي الوقت ده علي بدأ يقرب من علي، وبدأ الكسار يتفائل بعلي عبد العال واعتبره تميمة الحظ ووش السعد عليه. كان بيشاركوا معاه في كل أعماله، لدرجة ان هو حط اسم علي عبد العال تحت اسم البطل مباشرة اللي هو علي الكسار. كان هو بطل فيلم نور الدين والبحارة الثلاثة، كان اسم علي الكسار وتحته مباشرة علي عبد العال في الافيش بتاع الفيلم. النجاح الكبير اللي حققه علي عبد العال مع علي الكسار خلى كل الفرق تتمنى ان علي عبد العال يشتغل معاها. وطبعا كان المنافس الكبير لعلي الكسار في الوقت ده نجيب الريحاني حط عينه على علي عبد العال، وفعلا قدر يخطفه من علي الكسار، وعلي عبد العال بقى عامل زي اللي بيلعب في الاهلي والزمالك في نفس الوقت. علي عبد العال كان دايما بيعتمد في ادواره على تخنه، وكان دايما بيقبل اي افيهات على وزنه الزيادة طالما في اطار العمل. بس المشكلة ان الافيهات دي كانت بتمتد معاه للشارع، فاضطر في يوم من الايام انه يكتب مقال في مجلة الكواكب، وسمى المقال انا تخين، وكان بيحكي في المقال ده ازاي الناس بتتريق عليه والمواقف اللي كان بيمر بيها في الشارع بسبب افيهات الافلام وبسبب وزنه الزيادة. موقف من المواقف اللي حكاها علي عبد العال في مقاله عن تريقة الناس له، بيقول ان هما كانوا بيصوروا فيلم الساعة 7، فالاستاذ توجو مزراحي كان عمل حفلة بمناسبة تصوير الفيلم في منطقة أبو قير. منطقة أبو قير في الفترة دي ما كانش فيه مواصلات ممتدة لها، فكانوا بيضطروا يروحوا الموقف ده للحمير ويركبوا الحمار وهو اللي يوصلهم للمنطقة دي. هو وصاحبه وزميل له وصلوا الموقف بتاع الحمير، فكان فيه ولدين كل واحد معاه حمار، فاختار واحد من الاتنين فقال انا هركب ده. فرد عليه الولد قال له لا، هو انا مستغني عن حماري؟ ولما قال انا خلاص هركب الحمار التاني قام رد عليه الولد وقال له لا، انا عاوز حماري يموت موتة ربنا،
فيعني كانت الناس بتتريق عليه وبتتريق على وزنه. خدوا بالكوا ده التنمر بس بتاع زمان. ورغم ان علي كان بيحب الفن جدا لكنه رفض ان يسيب مهنة ابوه وما تخلاش عن محل ابوه، وده كان لسبب واحد. السبب ده ان هو ما يضطرش انه يطلب شغل من حد ولا يضطر انه يمد ايده عشان يلاقي اكل او شرب. كان قلبه حاسس ان الفن ملوش امان وان الفن لوحده مش كفاية. من اكتر مواقف علي عبد العال النبيلة انه اتبرع باغلب ممتلكاته وفلوسه علشان يشارك في بناء او في بنى السد العالي، وكان في وقتها كل الناس بتضرب بيه المثل، وكان هو حديث المدينة، بقى الكل يتكلم عنه وعن فنه لحد ما توفى سنة 1975 نتيجة لأزمة قلبية حادة. ودي كانت حكاية الفنان علي عبد العال اللي عاوزين نستفاد منها ونطلع منها بكم نقطة. أول حاجة، ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك. علي عبد العال لما كان بيقارن نفسه بعلي كسار كان فاقد الأمل ومش عارف يعمل ايه، لكن لما بقت له شخصية وكاركتر معين نجح واستمر وباقي معنا حتى الآن. فلازم تبقى نفسك، ما تقلدش حد. كل إنسان فينا في حاجة بتميزه، اعرف انت مميز في ايه وحاول تنميه وتطوره. ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك. ودي كانت حكاية الفنان علي عبد العال وقصة نجاحه وكمان قصته في الفن وقصة حياته. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وانتظروني في القصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.